النهارده هنتكلم على واحد من اهم المسلسلات اللي بتتعرض في الفتره الحاليه. جاهزين؟ اهلا وسهلا في قصه ولا مناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مسلسل النهارده سفاح الجيزه. جاي يعيب في ابننا اللي الحته كلها بتحلف بيه. قلت لك الدواء اللي ما كنتش لاقيه. ربنا يكرمك يا من احلى اكله انا دقته في حياتي. اي واحده هتشتغل هتاخد حقها وزياده. نيتك يا واد. ربنا يكرم اصلا. بتاعتي دي وجعاني بس انا مرتاحه. كل علي بكلمتين. انا بعد اطلب ناس. يعني الواد ده بيقتل وهو مش عارف ان هو بيقتل. انت قلت لي اسمك ايه؟ فاجيه فين يا جافر؟ يوسف حمدي يا حاج. في الغالب هو ما قتلش هالة بس. طبعا اغلب الناس تتفرج على المسلسل وعارفين ان هو مستوحى من قصه حقيقيه، وبيتكلم على شخصيه جابر اللي بتقتل النساء وبيسرق فلوسهم. خلينا نتكلم عن العمل الدرامي بعيدا عن القصه الحقيقيه. رسم شخصيه جابر في المسلسل معموله باحترافيه شديده جدا. لا يمكن تتخيل في حياتك العاديه ان شخصيه بهذا الهدوء وهذا الادب والاخلاق تكون شخصيه قاتله. حتى لو انت ما تعرفش قصه المسلسل واتفرجت على المسلسل بدون الجانب المظلم لجابر، هتلاقيها شخصيه طبيعيه جدا، بل تكاد تكون ممله، شبه ناس كتير قوي موجوده في المجتمع. ويمكن ده اللي خلى الناس تتشوق جدا لمعرفه الجانب الدرامي لشخصيه جابر، ان شخصيه جابر تعتبر المظهر الخادع لكل الجوانب المظلمه لاي بني ادم. وعلى اساس ان احمد فهمي اغلب اعماله اعمال كوميديه فيعتبر ممثل كوميدي، فدي كانت تعتبر مفاجاه للجمهور. عجبني ان طريقه الكتابه ما كانتش مبتذله او فيها عبره وعظ او اداء مسرحي مبالغ فيه. عجبني ان الحوار بتاع الممثلين حوار طبيعي في احداث غير طبيعيه. طبعا عنصر المفاجاه في جريمه جابر الاولى وجريمه جابر الثانيه كانت مفاجاه للجميع. نعم ما كانتش مفاجاه ان هو قتل فاديه، لكن حتى المشهد بتاع التخلص من فاديه كان مشهد الاحداث فيه مفاجاه. بعتبر السيناريو والحوار حتى الان شبه متكامل، لدرجه السيناريو والحوار خلى المشاهد يتفاعل ويبتدي يتساءل على بعض الحاجات من الحلقات الاولى. هل زينة اللي خاطفها دي شخصيه حقيقيه ولا وهميه؟ ليه لحد دلوقتي مثلا ما قتلش والدته؟ هيهرب من الجريمه دي ولا مش هيعرف يهرب؟ عشان كده اغلب الجمهور تفاعل مع المسلسل بشكل فني مش بشكل ساخر. بالنسبه للاداء، احمد فهمي رغم ان انا في اعمال فنيه ليه ما بحبهاش قوي، الا ان الجميع اجمع ان اداؤه كان اداء فعلا مبهر. البرود والغموض اللي مكتوب على الورق لشخصيه جابر قدر احمد فهمي يقدمه ببراعه شديده. وقبل ما نتكلم عن الاخراج، انتوا عارفين طبعا ان اغلبيه الاعمال الفنيه الخاصه بالقتل والسفاحين في مصر يعني مش كتير وبعضها ضعيف، لكن قدر المخرج هادي الباجوري ان هو يقدم عمل ينافس الاعمال العالميه. التفاصيل الموجوده في المسلسل من اول الكاستنج لحد الاضاءه والتصوير واختيار الملابس والموسيقى معمول بدقه وتفاصيل شديده جدا. في ناس طلعت بعض الاخطاء في المسلسل، لكن في افلام عالميه ومسلسلات عالميه فيها اخطاء، فده عادي. بس الوقت بيقدمه بشكل مصري وشكل بسيط. حتى لو انت مختلف او متفق مع القصه ان احنا ليه بنعمل قصه حياه سفاح، الموضوع بعيدا عن القصه اذا كانت حقيقيه ولا لا، انت عندك المنتج الفني مقدم بشكل عالمي. حتى كواليتي التصوير بتاعه المسلسل معموله بشكل محترم جدا. فطبعا المسلسل ده بالنسبه لي قصه ومناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟